الشحاتين هم مجموعة من الناس تقوم بالتذلل لأجل المال، ودول اللي قادرين يشتغلوا، واللي مش قادرين دول اسمهم محتاجين. عشان بس اللي هيقول لي مالهم الفقراء، على عيني وراسي يا اسطى، كلنا واحد قدام ربنا. بس اللي بيفرقنا عن بعض ان في جنة وفي نار، ولما تتذلل او تقل من نفسك عشان فلوس انت كده مش رايح دريم بارك. موضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن 3 انواع من الشحاتة، وبالطبع التلاتة دول هنحصرهم تحت مسمى واحد وهو شحاتين الديجيتال. الفصل الاول: للضرورة احكام. عدى عليك انت كل مكونات الكيكة اللي الناس بتاكلها نية دي؟ عندك انت مش عندنا. تمام، عندي حكم. اول حكم هتعلق لي شرابين في ودانك. الحكم التاني. الحكم العبي. التاني: تشيل انا كرسي معاكي تقيل في على النهايه. دماغك وتطلع على السرير تقف على رجل واحده. الحكم الحكم التالت: التالت. العبي. صوت الارنب يأنب. الذل اللي هنا مش طبيعي، واللي بيدوك دعم دول خلايجة عاوزين يشوفوك كمصري مذلول. وانا هنا مش بفرق بين الناس، بس انا بقول واقع. اهل الخليج على راسي من فوق، ولكن اللي عاوز يذلنا كمصريين تحت مسمى فلوس، حابب اعرفك ان دي فئة جهلة ومتخلفين اللي بتقعد تضحك عليهم. لما يحطوا على وشهم دقيق او يفقعوا على دماغهم بيضة، انت ما زلتش المصريين ولا زلتني ولا زلت حد. فعيط. الفصل التاني: طاقية مفترية. نوع تاني من الشحاتة الديجيتال، ولكن الذل هنا مش بيكون موجه لصاحب اللايف نفسه. الذل هنا بيكون موجه لأهل بيته. وفئة بنات ابويا دول مضحكين فشخ بصراحة. اولا ابوكي معرفش يربيكي عشان تشتمي قدام الناس كلها بشتايم قذرة زي دي، وبعد كده تقولي كل اللي اتقال اشاعات انا وابويا اخوات. وثانيا ما تفرحيش بدعم اللايف كتير عشان هيخلص وهترجعي تهيني في اهلك تاني لاجل فلوس. وبالنسبة لابوك، الله يعافينا من اننا نكون زيه في يوم من الايام. واللي يقول يا عم دي فلوس عمليه، هقول له انت كمان محتاج عمليه في دماغك، روح سيب لابوك الدين. ايوه فلوسي. انت بالنسبه انا ما سلفتهاش بايدي. ايوه بالنسبه طب لك بعد انت اذنك بقى جيب الفلوس. بالنسبه لهم هم لا. جيب الفلوس عشان ما تكسرش الشقه. جيب الفلوس. عاوز فلوس حالا يا اما هرتكب جريمه. انتوا ناس بجحة قوي. انتوا ناس بجحة قوي. ناس بجحة وناس رخيصه قوي. اه والله العظيم ناس رخيصه. الفصل الاخير: شحاتين ولكن. شحاتين ولكن مش هيستفادوا حاجه. ممكن تشترك في قناتي دي، مش هي اللي هتجيب مشتركين، ولو جابت مش كتير. وعقبال ما تاخد دخل هتحتاج مشتركين فوق 1000 و4000 ساعة مشاهدة، ومحتاج كمان تكون فوق 18. فاعمل محتوى وما تشحتش. واخيرا حابب اقول ان الذل بيجيب فلوس، ولكن لما تموت محدش هيفتكر عنك غير انك عشت ذليل ومت ذليل. ربنا يعفينا من الفلوس الحرام والحب المصطنع، وربنا يهدي اللي عقله شت. دي كانت حلقة عن شحاتين الديجيتال، ودي سلسلة آثار أسود. شكرا. اسد اسد. يلا يا جدعان، اللي عايزني يزود 5 كيلو على الوزن من اللي عمري ما شلته يبعت اسد. يلا، وكنت كتفي مش مشكلة، هاخد فلوس وهتعالج عادي. ولو اتبعت لي 3 شراب هنزل دروبس.